مباراة القمة، النادي الأهلي والنادي الزمالك. الأهلي يقسو على الزمالك بثلاثية، أو بالمعنى الأصح عباله 3، ويوسع فرق النقاط ما بينه وبين نادي الزمالك. المباراة بدأت 10/10 تكتيكيا وفنيا من المدربين ومن اللعيبة. 4-2-3-1 لكرة مع النادي الأهلي، وفريرة ب4-3-3 المنتظمة الثابتة لنادي الزمالك. تشكيلة الثابتة لنادي الزمالك آخر فترة باستثناء أبو الفتوح وعبد الشافي. الشوط الأول كان كله حذر، كله خوف من الفرقتين، من الاتنين مدربين. يعني الماتش ماشي 10/10 لغاية ما جه طبعا البروفيسير فيريرا قرر انه يخترع. ولما تقرر ان انت تخترع قدام النادي الاهلي هتشيل الليلة. النادي الاهلي بعت للنادي الزمالك ارخم محصل نور عندهم، كهربا هو اللي راح يحاصر النور من نادي الزمالك. ارخم لعيب ممكن اي واحد من جمهور الزمالك يتمنى ان هو يسجل. يعني نادي الزمالك كان ممكن يقول لك ايه امبارح، نخسر 5 من النادي الاهلي بس كهربا ما يسجلش. للاسف اول هدف النادي الاهلي كهربا. غلطة الشاطر ب1000. فيريرا قرر انه يهاجم علشان يكسب، غير التشكيلة بتاعته من 4-3-3 خلاها 3-5-2 في تغيير هو الأسوأ في تاريخ الديربي. تما لو جبت اي مشجع من النادي الاهلي قلت له عايز اغير تغييره في الزمالك اقلب بيها الماتش وخسر الزمالك، ما كانش يطلع المسلوسي. اخطر جبهه في النادي الاهلي الجبهه الشمال، علي معلول وقدامه عبد القادر، مفاتيح اقوى مفاتيح لعب في النادي الاهلي. المسلوسي موقفها لوحده، قافل الجنب ده على عبد القادر تماما، ووراه علي معلول. افضل لاعب في نادي الزمالك من بدايه الماتش بيطلعه فرق. يعني هو حتى اللاعب طلع مستغرب، اللاعب يعني المسلوسي طلع مستغرب. ليه انا ليه الناس كلها كانت مستغربه اطلع المسلوسي يلعب 3-5-2 لما انت يعني الاهلي مرخم عليك وانت بتلعب 4 في الدفاع، تخليهم 3. يعني الجول الاول حمدي فتحي بيستلم ويعمل الاسيست لكهربا، وكهربا بيلعب، هما الاثنين فاضيين. يعني انت دفاعك 4 كويس تخليهم 3؟ عايز تهاجم النادي الاهلي وبتفتح مساحاتك وبعدين بتتاخر في التغيير. طب ما هي من 1-0 ما تنزل شيكابالا يوسف اسامه نبيه مكان مصطفى شلبي اللي مش موجود في الماتش تماما. ما هي التغييرات باينه اهي. عايز تنزل عمر جابر، نزله باك يمين وودي المسلوسي باك شمال زي ما بتعمل كل ماتش. لكن انت تقلب اللعبه من 4-3-3 ل 3-5-2 قدام النادي الاهلي هتشيل الليله. كان لازم تشيل الليله انت امبارح. ما هو من ساعه ما طلع المسلوسي وانت مش شايف قدامك خلاص، طوفان احمر رايح جاي عليك. كولر زي ما بننتقده في التغييرات وفي اختيار لعيبه لازم نشيد بيه. تشكيل الاهلي لو سالت اي حد في مصر كلها قبل ما الماتش يبدا هيديك ال10 والجون اللي لعبوا في ظل غيابات النادي الاهلي والعناصر المحدوده، هي دي التشكيله الامثل. الراجل بيلعب ب2 ديفندرات، ديانج محور ارتكاز وحمدي فتحي بواجبات مختلفه. ديانج بيزيد زياده عدديه المدافعين للخلف، وحمدي فتحي اللي بيعمل الزياده الهجوميه، علشان حمدي فتحي مميز في الكرات العاليه بالهيدر وفي التصويب من بره المنطقه. كان قفشه اللي بينزل يغطي حد من الجناحات، سواء علي معلول من هنا او حسين الشحات من هنا، علشان يغطي المساحه اللي بينهم. وحمدي فتحي اللي بيعمل الزياده العدديه جوه المنطقه، وكانت اتت بثمارها، وخاصه بعد ما الاخ فيريرا خرج له واحد من المدافعين اللي هو حمزه المسلوسي وخلاهم يلعبوا ب3 محاور دفاع، 3 قدام المد الهجومي بتاع النادي الاهلي مش هتقدر. في حين ان محمد شريف بيستعيد ذاكرته التهديفيه بالتخصص قدام نادي الزمالك. الماتش في لقطه، هي لقطه واحده، طلع المسلوسي خلصت الحكايه خلاص. يعني مش محتاجه فكاكه، ما كانتش محتاجه ذكاء من فريرة. يعني مش محتاج، ده مش محتاجه غباء، ده لو لسه حد بيتمرن تدريب مش هيعملها. قدام الاهلي تغلط مش هتدفع الثمن، ده انت هتدفع اكتر من الثمن، زي ما كهربا كده لسعها لك. يعني بصراحة تأليفات من فيريرا آخر فترة، وآخر فترة اتكلمنا على فيريرا كتير وتأليفه وإن هو ودنك منين بيمسكها منين. الموضوع مش محتاج هتطلع لي من ده وتروح لده وتغير لي التشكيل. يا عم فريتك ماشية كويس،
كل المشكله طلع مصطفى شلبي، ينزل اسامه يوسف اسامه نبيه يشغل الناحيه الشمال. انت خليت الفرقه كلها، لا الجزيري موجود في الملعب ولا مصطفى شلبي ولا زيزو ده ما لمس الكوره امبارح يعني. ليه التأليف يعني؟ لاعب مكان لاعب، طلع عبد الشافي ودي المسوس شمال وخلى عمر جابر يمين، خلصت الحكايه، مش محتاج اي فكاكه يعني. عندك نيمار بره، نزل نيمار لعبه شمال بدل عبد الشافي اللي تعب عشان فرق العامل البدني وفرق السن. اكتر من كده تبقى بتألف، وانت ألفت وشلت الثمن.